لما بتيجي تشتري أكل من السوبر ماركت بتبص على الليبل علشان تعرف فيها إيه؟ لما تيجي تدخل حاجة في جسمك لازم تكون عارف الحاجة دي فيها إيه وبتعمل إيه في الجسم، مش أي حاجة والسلام كده تخش، ما يصحش. في مصر معظمنا بيبص على 4 حاجات بس: البتاعة دي مصنوعة فين؟ نوعها إيه؟ تاريخ صلاحيتها إمتى؟ ولو عليها أي وصفة أو طريقة إعداد. يا جماله يا جماله، في حاجة بقى أهم على أي منتج غذائي لازم نقراها: النيوتريشن فاكتس أو المكونات الغذائية. طب إيه الكلام ده؟ ده صيني ده يا كابتن؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة. المفتاح لفهم الليبل ده بيبدأ من أول حاجة مكتوبة وهي السيرفينج سايز أو الكمية. هو إيه سيرفينج ده أصلاً؟ سيرفينج هي الوحدة الغذائية اللي على أساسها بتتحسب القيم الغذائية لكل البيانات المكتوبة. السيرفينج سايز هو حجم الوحدة دي قد إيه. عادة السيرفينج سايز بيبقى حاجة ملموسة وبسيطة في حياتنا اليومية، زي كوباية، معلقة صغيرة، طبق، أو قطعة لو المنتج متقسم لقطع زي البسكوت. وجنبها بتلاقي قد إيه بوحدة قياس زي الجرام للمواد الصلبة أو الملي لتر للحاجات السائلة. ناخد مثل بسيط: هات علبة كورن فليكس من عندك وبص عليها. ها، جبت؟ نبص مع بعض على دي. السيرفينج سايز فيها حوالي 3/4 كوباية، يعني كأنك مليت 3/4 كوباية متوسطة الحجم بالكورن فليكس، وده بيبقى في حدود 30 ل 40 جرام. علبة النيدو دي السيرفينج سايز فيها 3 معالق صغيرة، ودول بيتحطوا على كوباية مية اللي تقريباً فيها 200 ملي مية. معنى كده إن كل 3/4 كوباية من الكورن فليكس وكوباية النيدو بيحتووا على القيم الغذائية اللي مكتوبة على الليبل. بالنسبة للحاجات اللي حجمها صغير اللي بتتاكل على طول بيبقى السيرفينج سايز بتاعها العلبة كلها. طالما عرفت السيرفينج سايز في إيدك مفتاح الليبل وهتعرف تفهم الباقي. بعد كده بتلاقي مكتوب نسبة مئوية، ودي معناها إن الكمية أو السيرفينج سايز اللي شرحناه ده فيه نسبة قد إيه من احتياجاتك اليومية من كل عنصر من العناصر الغذائية المكتوبة. الاحتياجات اليومية دي محسوبة عادة للشخص البالغ، وبيتقال عليها ساعات الاحتياجات اليومية أو daily values، وأحياناً بيتقال عليها إرشادات الاستهلاك اليومي أو guideline daily amount. ده بيقولك السيرفينج من المنتج ده بيحقق قد إيه من احتياجك اليومي للقيم الغذائية اللي جسمك محتاجها. عندك مثلاً كوباية اللبن 200 ملي دي فيها 6 جرام بروتين، ودول بيمثلوا 12% من احتياجك اليومي من البروتين. يعني لو شربت كوبايتين كل واحدة 200 ملي، على طول تضرب كل قيمة في 2، يبقى هيدخل جسمك من اللبن ده 12 جرام بروتين، ودول بيمثلوا 24% من احتياجك اليومي من البروتين. بنفس الطريقة تعرف السيرفينج من المنتج ده فيه مكونات غذائية قد إيه وتمثل نسبة قد إيه من احتياجك اليومي. اتكلمنا النهاردة عن النيوتريشن ليبل، وقلنا يعني إيه سيرفينج سايز وبرسنتج ديلي فاليو. وانت بتاكل لف اللي في إيدك كده، أو دور في البيت على علبة مكتوب عليها نيوتريشن فاكتس وبص على السيرفينج سايز بتاع كل حاجة. وما تنسوش اقرأ واعرف فوايد أكلك، ده شكلك أكلك. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتزورونا على شكلكأكلك.com عشان تعرفوا معلومات أكتر عن السيرفينج سايز وبقية الحلقات بتاعت شكلك أكلك. الحلقة دي برعاية كيت كات، سوبر ماركت سعودي، نيدو.